هاني شاكر يبكي ريهام سعيد ندما لماذا اعتذرت له على الهواء. بعد ظهورها في حلقة أمس من برنامج صبايا الخير المذاع عبر قناة النهار، تصدر اسم الإعلامية ريهام سعيد محركات البحث عقب حديثها عن شعورها بالندم لعدم اعتذارها لأمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر قبل وفاته، وأكدت إن هي كانت تتمنى لقاء هاني شاكر منذ سنوات، لكنها كانت تشعر بالحرج بسبب خلاف سابق بينهما يتعلق بأغاني المهرجانات. وكشفت ريهام سعيد خلال تقديمها برنامجها إن هي كانت تجمعها معرفة سابقة بأمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر قبل دخولها مجال الإعلام، إلا أنها شعرت بالحرج من مقابلته بعد خلاف حدث بينهما، لاحقا قائلة: بعد ما بقيت مذيعة غلطت غلطة ومن بعدها ما بقيتش أشوفه في الأماكن رغم إن كنت نفسي أسلم عليه جدا. وأضافت إن الخلاف ارتبط بمواقفها من أغاني المهرجانات، موضحة إن هي كانت ترى وقتها إن مطرب المهرجانات يسعون لإسعاد الجمهور وتقديم لون مختلف، لكنها غيرت وجهة نظرها لاحقا، مؤكدا إن هاني شاكر كان على حق في انتقاداته لهذا النوع من الأغاني. وتابعت ريهام سعيد حديثها بتأثر شديد، مؤكدة إن هي تشعر بندم كبير لعدم اعتذارها لأمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر قبل وفاته. أنا آسفة، ومن ساعة ما سمعت الخبر وأنا بقول أنا آسفة بس متأخرة جدا. وأوضحت إن هي أضاعت أكثر من فرصة للاعتذار له، مشيرة إلى أن والدها كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات قبل نحو شهر، وتزامن ذلك مع وجود الطبيب المعالج لهاني شاكر في نفس المكان، مضيفة إن الممرضة قالت لي إن هاني شاكر تحت وكان ممكن أنزل أقابله لكن اتكسفت لأنه ممكن يكون زعلان مني. وختمت حديثها برسالة مؤثرة قالت فيها: ندمانة جدا إن ما خدتش كل الفرص دي، وبقول له أنا آسفة إني هاجمتك، أنت أكبر من الهجوم. وفي سياق متصل شارك الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عبر فيسبوك مقطع فيديو تضمن اعتذار الإعلامية ريهام سعيد للفنان الراحل هاني شاكر، وأرفقه بتعليق استعاد خلاله موقفا شخصيا مر به مع أحد المقربين منه تحدث فيه عن أهمية تجاوز الخلافات قبل فوات الأوان. وقال أيمن بهجت قمر في تعليقه إن الموقف أعاده إلى ذكرى خلاف وقطيعة جمعته بأحد أساتذته وأصدقائه المقربين، موضحا إنه فوجئ يوما باتصال هاتفي منه بعد فترة للخلاف، لكنه لم يرد على المكالمة وقتها رغم دهشته من اتصاله، واعترف بأنه تصرف حينها باندفاع وغباء بسبب ما حدث بينهما. وأضاف أيمن بهجت قمر إن الشخص الذي كان على خلاف معه حاول التواصل معه أكثر من مرة، لكنه رفض الرد في البداية بسبب حالة العصب التي كان يعيشها، قائلا إن هو فوجئ لاحقا بأن صديقه يتحدث إليه من داخل المستشفى بصوت متعب، معاتبا إياه على عدم السؤال عنه. وأوضح أنهما تبادلا الحديث وقتها وتصارحا بكل ما كان في قلبهما قبل أن يتوفى هذا الصديق بعد أسابيع قليلة، مشيرا إلى أنه شعر وقتها بالامتنان لأن الطرف الآخر كان أكثر حكمة وسعى لإنهاء الخلاف قبل الرحيل تقديرا لما جمعهما من محبة وعشرة طويلة. وختم حديثه برسالة مؤثرة أكد فيها أن الغرور والإيجو قد يدفعان الإنسان لخسارة لحظات ثمينة يظل نادما عليها طوال حياته، موجها الدعاء بالرحمة لكل من رحلوا عن الدنيا وتركوا أثرا طيبا في حياة من حوله.